ازيكم يا حبايبي؟ النهارده ان شاء الله جايب لكم بطريقه عمل الكاتشب في البيت. حبيبه من حبيباتنا زيكم كده بالظبط طلبت مننا الطريقه واحنا ما نقدرش نتاخر عنها. فان شاء الله النهارده هنعمل لكم الكاتشب في البيت بطريقه سهله جدا بمكونات بسيطه وموجوده عندنا كل يوم في البيت، فنقدر نعمله كل يوم يعني. زي ما انتم شايفين الكاتشب بتاعنا كده حبيباتي اهو، زي بتاع بره تماما. فتعالوا نشوفوا ايه هي المكونات وهنعمله ازاي. حبيباتي النهارده جاي لكم بطريقه عمل الكاتشب، احدى تجهيزات رمضان عشان خاطر يتحط بقى في العزومات وفي مع البطاطس المحمره، والولاد بيحبوها قد ايه. ينفع كمان الصبح والولاد رايحين المدرسة عايزين على البطاطس كاتشب، عايزين على السندوتشات كاتشب، فبدل ما نديهم الكاتشب البره واحنا مش عارفين هو اذا كان مفيد ولا لا، هنبتدي نعمله في البيت بطريقة سهلة جدا مش هياخد مننا وقت خالص. تمام حبيباتي، المكونات اللي معانا دلوقتي الصلصة اللي احنا عملناها مع بعض، اللي هي قد ايه كانت حمرة وجميلة، ومعانا معلقة عسل، معلقتين نشا، بابريكا وتوم باودر وبصل باودر وسكر. هنشوف هنبتدي نعمل ايه مع بعض، تعالوا معانا نشوف هنعمل ايه. حبيباتي احنا هنحط معانا حلة كده على النار ونبتدي نحط فيها ايه، السكر. تمام، احنا الحركة دي طبعا احنا عملناها في الصلصة بتاعتنا، بس ايه، احنا طبعا الصلصة حمرا وكل حاجة، بس انا عايزة الكاتشب يغمق زيادة او الصلصة بتاعته تغمق زيادة، لان احنا النشا بتاعنا بيفتح لونها، فاحنا عايزين درجة لونها تبقى زي درجة لون الايه الجاهزة بالظبط. فهنبتدي تتكرمل حاجة بسيطة يعني، ما نكرملهاش جامد. اول ما هتتكرمل هنبتدي نشوف هنعمل ايه. دلوقتي حبيباتي بعد ما السكر معانا اتكرمل اهو زي ما انتم شايفين، بدأنا نزلنا عليه بالصلصة وهنبتدي ايه نحركه كده. تمام حبيباتي، طبعا طريقة الصلصة دي انا هسيبها لكم في صندوق الوصف اللينك بتاعها عشان تشوفوها ان شاء الله تفيدكم باذن الله وتحضروا احلى صلصة في رمضان. دلوقتي حبيباتي اهيت بدأت ايه، تاخد كل الكرمله وتدي لون اهو زي ما انتم شايفين ايه من الجناب. تمام حبيباتي، هنبتدي نسيبها تلم الكراميل ده ونرجع تاني اهو زي ما انتم شايفين حبيباتي بتلم الكرمله اهي، لمتها كلها اهي. هننزل عليها بايه، بنص كوبايه الميه اللي احنا ايه قلنا عليها اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الميه معاكي بس ايه زي ما انت عايزه، لان هي كلها هتبقى بسمك الكاتشب، لان ده وظيفه النشا اللي احنا ايه عاملينه. هنبتدي دلوقتي ننزل ايه نتبلها بالتوابل بتاعتنا اللي هي البابريكا والثوم البودر والبصل البودر. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي حبيباتي، وهنبتدي نحط عليها ايه العسل الاسمر بتاعتنا، معلقه العسل الاسمر، كل ده على الميه. تمام، ونبتدي ايه نقلب كده. طريقتها بسيطة خالص وسهلة جدا، ويعني حاجة مضمونة في البيت احنا ضامنينها لأولادنا وحبايبنا. وطبعا الطريقة دي مطلوبة مني من واحدة حبيبتي يعني طلبها مخصوص، فيعني ده ليها هي. تمام حبيباتي، هتبتدي تغلي معانا. اول ما تغلي هبتدي احط لها معلقه صغيره سكر كمان، يعني على حسب الكميه اللي انا عاملاها. لو عامله كميه صغيره كده هحط لها معلقه صغيره، لو انا كترت الكميه اكتر السكر على حسب برضو رغبتي. تمام، بالنسبه للناس اللي بتحب الكاتشب سبايسي او حراق بتحط معلقه شطه، اللي مش حابب خلاص تمام مفيش مشكله. اول ما هتغلي هنشوف هنرجع تاني ونعمل ايه. دلوقتي هو بدأ يغلي اهو، هننزل عليه بالملح. تمام، طبعا قلنا اللي يحب الشطه يحط شطه، يعني احنا هنحط شطه بس بسيطه يعني حاجه تحلي الطعم كده. بسم الله. تمام حبيباتي، وفي مكون بقى احنا نسينا نحطه في الحاجات بتاعتنا، اللي هو ايه اللي بيدي بقى طعم الكاتشب الحقيقي بقى، الكاتشب بتاع بره،
اللي هو الخل، وانا بفضل نوع يعني الهاينز ده، انا بحسه بيدي نكهة حلوة جدا يعني في الاكل، وبالذات في الحاجات اللي هي المقبلات. تمام حبيباتي، هنبتدي بقى نقلب كده. ايوه، واحنا قلنا هنحط السكر وهو بيغلي. هنبتدي نجيب السكر كده معلقه صغيره نحطها. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الكراميل طعم والسكر طعم تاني خالص. تمام حبيباتي، يعني ده حاجه وده حاجه. كل ده من كيس صلصه صغير خالص، كل كميه الكاتشب دي. تمام حبايبي، هنبتدي بقى نحضر النشا بربع كوبايه ميه ونقلبهم ونرجع تاني. دلوقتي حبيباتي اهو غلى معانا اهو. هننزل بقى بالايه، بالنشا بتاعتنا واحده واحده. متقلقوش خالص، اللون هيغمق ويرجع جميل جدا، واحنا عاملين حسابنا. بتشوفوا اهي بدات تغمق اهي معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. واحده واحده كده وننزل تاني بالباقي اللي معانا. هنبتدي نحركها كده ونلفها لحد ما توصل معايا للقوام اللي انا محتاجاه، اللي هو قوام الايه، اللي هو الكريمي ده بتاع الايه، بتاع الكاتشب بتاع بره. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. نبتدي نقلب كده زي ما انتم شايفين لحد ما ايه، ما تبتدي تتخن ايه معانا. بسم الله. انا والله يعني مش عايزه اطول عليكم الفيديو، بس في ناس قالت لي انتي بتقطعي حاجات، انا بس عشان ما اطولش عليكم الفيديو، لكن في ناس بتحب التفاصيل. فانا هتن اهو اعمل معاكم لحد ما اوصل للقوام اللي ايه المطلوب يعني. اهو بدات الفقاعات اهي تظهر اهي زي ما انتم شايفين كده. انا تمام خالص، تمام جدا كده، وصلت للي انا محتاجاه في الكاتشب بتاعي. تمام. قوام الايه، لو انا بقى محتاجه القوام بتاعي يبقى اتخن من كده شويه هسيبه يغلي حبه. تمام حبيباتي. بعد ما يبرد بقى ان شاء الله، يعني هو كده خلاص الكاتشب خلص. بعد ما يبرد باذن الله هنبتدي نعبوه ونشوفوه مع بعض. حبيباتي، احنا بعد ما خلصنا الكاتشب بتاعنا عبيناه في برطمان. نفس الطريقه اللي هنحفظ بيها الكاتشب هي اللي حفظنا بيها الصلصه قبل كده. تمام. اللي هي ايه، ان انا هعبي الكاتشب معايا في برطماني سخن جدا، سخن زي ما بدات انزله من على النار، وهبدا احطه في اي بوله اي حاجه وانزل عليه كده بميه سخنه من تحت كده اهو. الحركه دي زي ما قلنا المره اللي فاتت برضو بعملها علشان يتقفل الغطا على الكاتشب تماما ويعمل الحركه اللي هي بتاعت تك. وهوريها لكم كمان حبه اول ما يبتدي ايه يتقفل خالص. هسيبه حوالي كده 10 دقايق ونرجع لكم تاني. دلوقتي حبيباتي اهو الكاتشب بتاعنا بعد ما خلصناه عبيناه في برطمان، ده هنحفظه وده هنبتدي ايه ناكل منه ونستعمله ان شاء الله رب العالمين. شايفين حبيباتي القوام بتاعه قد ايه جميل؟ بصوا بصوا كريمي خالص جدا ولونه رائع زي الكاتشب بتاع بره. تمام. ويا رب يكون الفيديو ده عجبكم، وما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس، واستنونا في كل جديد.